ما يقع حاليا للمغاربة بصفة عامة من طرف السلطات الفرنسية، وهو اتهامها لجميع الفئات المغربية بصفة عامة بدون استثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى الاشتراك في القناة، ودعمنا بالتضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وشكرا لكم جميعا. هكذا إذن وكما عودناكم جميعا أعزائي المشاهدين، لم يمر أسبوع على قضية الفنان المغربي سعد لمجرد حتى زعمت صحيفة فرنسية على أن أفضل جناح في العالم متهم بقضية اغتصاب فتاة من أصول فرنسية وفي عمر 24 سنة. وفي اليوم الذي كان سيكون من أسعد يليه تحولت إلى كابوس عليه وعلى محبيه الذين انصدموا بخبر اغتصاب لفتاة فرنسية. صحيفة لوبزيان الفرنسية كانت أول من نشرت الموضوع، ثم أكدته مصادر مقربة من التحقيقات، حيث قالت بأن فتاة من العمر 24 سنة توجها إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغ بأن أشرف حكيمي اغتصبها في منزله. وقالت أيضا بأن هذا البلاغ ليس بشكوى ضده، ولكن هي فقط أرادت أن تقوم ببلاغ اغتصابها. لكن رغم هذا فقد تواصل ضابط الشرطة التي تحدث معه الفتاة إلى النيابة العامة فاصلة، حيث وضع يده على القضية نطرا لخطورة الأمر وشهرة المتهم أيضا، في حين أكد صحفي إسباني الخبر حيث قال بأن El jugador del PSG, Achraf Hakimi, está siendo investigado por violación según una información publicada por el medio francés Le Parisien. هذا وتم تحويل القضية إلى المحكمة التابعة إلى وقوع الحادث. المحققين إلى هذه اللحظة لم يتم استماع إلى أقوال الفتاة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وإلا أصبحتم على ما فعلتم نادمون. صدق الله العظيم. تماثيل اليوم تتفاجئوا هناك بعض الصحف الفرنسية التي تقول على أن أشرف حكيمي هو أيضا متهم بنفس الجناية أو الجنحة. لكن تقرير لوبريزيان تم نقل روايتها بأنها تكلمت مع أشرف حكيمي عبر الانستجرام، وفي يوم 25 ليلا ذهبت إلى منزله قرب باريس بسيارة أوبر، وهناك الأمور خرج عن سيطرتها وتم تقبيلها غصبا عنها وخلع ملابسها رغم اعتراضها. وفي نهاية الأسبوع ذهبت إلى أقرب مركز الشرطة وتقدمت بالبلاغ. وقال الصحفي الفرنسي بأن أشرف حكيم هو كلب في خدمة صديقه كليان. في ظل هذا الخبر الذي انتشر في فرنسا، توج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير في العالم، حيث كان من بين الأفضل في تشكيلة العالم لعام 2022.